كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا بالبيت الأول من المنظومة الجزرية، وهي قول الناظم الإمام محمد بن الجزري رحمه الله شيخ المجودين والمقرئين، لما قال في أول منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، قال: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. وبدأنا بذكر سيرته رحمه الله، وأنه ولد في منتصف القرن الثامن الهجري سنة 51 و700 هجرية في مدينة دمشق ليلة 25 من رمضان. وذكرنا تتلمذه على عدد من الشيوخ، سواء في قراءة القرآن الكريم إفرادا وجمعا، أو في علوم اللغة العربية والبلاغة، أو في علم الفقه الإسلامي، أو في علوم الحديث النبوي الشريف، إلى أن صار إماما رحمه الله تبارك وتعالى. وآخر ما ذكرناه في الحلقة الماضية أنه جلس للإقراء تحت قبة النسر في مسجد بني أمية الكبير في مدينة دمشق. وجرت من عادة أهل الشام أنه لا يجلس تحت قبة النسر للتعليم أي علم شرعي كان إلا كبير البلد في ذلك العلم، سواء كان فقيها أو محدثا أو مفسرا أو مقرئا. نستطيع أن نرى إن شاء الله من خلال اللوحة التعليمية التي وقفنا عندها في الحلقة الماضية أن ابن الجزري رحمه الله جلس للإقراء لمدة سنين تحت قبة النسر في الجامع الأموي بدمشق، وبنى فيها دارا لتعليم القرآن سماها دار القرآن الكريم. بعد ذلك نرى على اللوحة التي تليها أن ابن الجزري رحمه الله دخل بلاد تركيا ونزل بمدينة بورصة، فأكرمه السلطان العثماني بايزيد خان وعظمه، ونشر القراءات والحديث فيها لعدة سنين، وفيها ألف كتاب النشر في القراءات العشر. وهنا لي وقفة أذكر لكم كيف ذهب إمامنا ابن الجزري رحمه الله إلى مدينة بورصة، تسمى في عصرنا بورصة، وتسمى في القديم بروسة. بروسة بتقديم الراء على الواو وبالسين لا بالصاد، بروسة. كان إمامنا محمد بن الجزري في الحج في مكة المكرمة، فسمع من بعض الحجاج أن طلابا للقرآن العظيم في بلاد الروم، وكلمة بلاد الروم في عصرهم في 108 للهجرة في آخر 8 تعني بلاد تركيا اليوم، يسمونها بلاد الروم، أن طلابا للقرآن العظيم في بلاد الروم يعني في بلاد تركيا وفي مدينة بورصة تحديدا، بروسة يعني، ليس لهم أمل في هذه الحياة ولا هم ولا مطلب إلا أن يقرأوا على محمد بن الجزري، لما عرفوا من إتقانه وتمكنه في قراءة القرآن العظيم، إلا أن هؤلاء الطلاب فقراء تمنعهم قلة ذات اليد أن يلحقوا بهذا الإمام ويسألوا عنه في أي بلد هو فيسافروا إليه. فلما سمع ذلك محمد بن الجزري وهو في مكة المكرمة قال: أنا أسافر إليهم، أنا أسافر إليهم. سيسافر إمامنا رحمه الله إلى تركيا وإلى بلاد الروم وإلى مدينة بروسة ليقرئ هؤلاء الطلاب الفقراء. ذهب من مكة إلى جدة، ومن جدة ركب البحر إلى مصر، ثم من مصر تابع الطريق برا إلى الإسكندرية في الأراضي المصرية، ثم من الإسكندرية ركب البحر مرة أخرى من الإسكندرية إلى مدينة أنطاكيا على الساحل التركي. نزل على ساحل تركيا وفي مدينة أنطاكيا ليستريح قليلا من السفر، ويتابع طريقه لمدينة بروسة ليقرئ هؤلاء الطلاب الفقراء لله تعالى. أحد هؤلاء الطلاب الفقراء كان قد اشتد شوقه إلى الإمام ابن الجزري، ونظر إلى أنه لا فقير ليس عنده مال يرحل به، فقال: سأذهب ولو ليس عندي مال. فبدأ الطريق، سأل أين محمد بن الجزري؟ قالوا له في الحجاز في مكة المكرمة، فأراد أن يسافر إليها، فذهب من مدينة بروسة التي هي مدينته إلى أنطاكيا ليتابع الطريق إلى الحجاز. فوصل إلى أنطاكيا ولم يكن ثمة فنادق ولا أوتيلات، ولو كان هناك فنادق وأوتيلات ليس عنده مال ينزل في ذلك الفندق. فدخل المسجد وصلى مع الناس المغرب ثم صلى العشاء، فلاحظ أحد أهل أنطاكيا الذين يصلون في المسجد أن هذا الإنسان
يظهر عليه أنه غريب، فجاء إليه وسلم عليه وقال له: هل أنت غريب؟ فقال له: نعم. فقال له: تفضل فتنام عندي الليلة إن شاء الله. فأخذه ذلك الأنطاكي، أخذ ذلك الطالب واستضافه عنده في البيت، وهيأ له مكانا ليرتاح وينام فيه، ووضع له عشاء ليتعشى. وأثناء تناول الضيف للعشاء أراد صاحب البيت أن يسايره ويسليه بالكلام، فقال له: لقد نزل اليوم في مدينتنا عالم كبير من علماء القرآن في العالم الإسلامي اسمه محمد بن الجزري. فهذا الطالب لما سمع اسم الإمام الجزري قام ولم يقعد وقال: محمد بن الجزري في أنطاكيا؟ قال له صاحب البيت: نعم. قال: والله لا أنام حتى أراه. فقال له: اصبر غدا صباحا نذهب. قال: والله لا أنام حتى أراه. فأصر إصرارا شديدا لأنه بغيته، ولم يكن يتوقع أبدا أن يرى ابن الجزري في أنطاكيا. فذهب مع صاحب البيت وبحثوا عن البيت الذي يبيت فيه ابن الجزري رحمه الله. فلما أذن له ودخل عليه أكب ذلك الطالب على محمد بن الجزري يقبل يده ويبكي ويظهر له فرحه ويذكر له رحلته وأنه كان مسافرا إليه للحجاز. فتأثر إمامنا ابن الجزري جدا، وجلس في أنطاكيا إلى أن أقرأ ذلك الطالب القرآن العظيم كله وأجازه، ثم تابع طريقه إلى مدينة بروسا التي كانت في ذلك الزمان عاصمة للسلطان بايزيد خان السلطان العثماني المشهور رحمه الله تعالى. فجلس في بروسا وبدأ يتصل به الطلاب الفقراء وفرحوا به جدا. وصل خبره إلى السلطان بايزيد وأنه قد نزل في مملكتك إمام عظيم من أئمة القرآن، فطلب أن يحضروه إليه معززا مكرما. فلما دخل على السلطان أكرمه، ثم سأله عن سبب قدومه إلى بروسا، فذكر له أنه جاء ليقرئ طلابا فقراء. فيعني أكبر السلطان بايزيد رحمه الله هذا العمل من ابن الجزري، أنك أتيت لله تعالى لم يعدك أحد بشيء وجئت تقرئ طلابا فقراء. فقال له السلطان بايزيد: أنت أستاذ أولادي أولا، ثم من شئت من المسلمين. وأمر له بدار وبإسطبل فيه دواب وسائس، يعني بلغة العصر منقول عطاه سيارة وسائق، وأجرى له جراية يعني عمل له راتبا شهريا، وأكرمه غاية الإكرام. فجلس إمامنا ابن الجزري في مدينة بروسا ليعلم القرآن لهؤلاء الطلاب الفقراء. وفي تلك المدينة ألف الكتاب العظيم الذي هو النشر في القراءات العشر، أودع فيه خلاصة علمه وأصح طرق القرآن ورودا. وهذا الكتاب لم يزل منذ عصر مؤلفه من آخر 108 إلى عصرنا هذا لم يزل مرجع أهل القرآن، وهو الكتاب الأول عند القراء. فقيمة النشر في القراءات العشر عند القراء كقيمة صحيح البخاري عند المحدثين. كما أن صحيح البخاري هو قمة الكتب في علم الحديث، كذلك عند أهل القرآن والمشتغلين بالدراسات القرآنية فإن كتاب النشر في القراءات العشر هو المرجع الأساس، والمعلومات التي فيه هي المعلومات الموثقة. فأرأيتم يا إخواني يا طلاب القرآن، أرأيتم يا أساتذة القرآن، كيف أن من ترك شيئا لله ومن سعى لنشر القرآن العظيم في الأمة، ومن أراد رفعة القرآن في الأمة وتعليم الأمة كتاب ربها، أن الله عز وجل لا يخذله ولا يضيعه أبدا. رأينا كيف أن إمامنا الجزري رحل لله ليقرئ طلابا فقراء، فعطف الله عز وجل عليه قلب السلطان بايزيد خان وأكرمه غاية الإكرام. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يسيرون على درب هذا الإمام العظيم في الإخلاص في تعلم وتعليم القرآن. اللهم آمين.